ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ متابعين بسمة الحلوين؟ النهارده وانا في الارض كده قلت اروح اطلع الارض واصورها لكم. طبعا بعد ما الرز كبر شويه. بس الجوافه الحلوه، بصوا طلعت لنا جوافه بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ صغنونه كده وشكلها جميل اهي. بس ربنا يهدي الاولاد الصغيرين ويسيبوها فيها كده. ده بيكون شكل الرز اهوت بعد ما انشتل بشويه حلوين كده. الرز كبر بسم الله ما شاء الله. دعونا ربنا يبارك لنا فيه ويحسن اليه يعني. بصوا دي الرمانه بقى، كنت مصورها لكم لسه فيها ورد صغير. بصوا شكل الرمان فيها شكله جميل بصوا بس شكلها حلو خالص. وفي طبعا تاني تحت بس ايه مش ظاهر. ودي عصباية اهي. بصوا هنا القصب اهوت وهنا الرز. ده بيكون شكل الرز ولسه مشطول لسه صغير ما دقش. وده بيكون شكله بعد ما دق في الارض بيكون كده شكله كبر في الارض. ده قصب اهو. بصوا دي بتكون العنباية ودي شجرة سفندي شجرة ليمون اسفة. ودي شجرة العنب. بصوا شكل العنب فيها جميل، شكله جو جميل، شكله تحفة. انا بحب اكله اخضر كده عشان بيكون مزز شوية بيبقى طعمه جميل. بصوا جوه شكل العنب جميل ازاي. شوفوا العنب اللي بنباع في السوق دلوقتي والعنب لسه في الشجر عامل ازاي، عشان كل حاجة في السوق بتبقى مرشوشة، مفيش حاجة طبيعتها في السوق. بصوا الناس بترش عشان تبيع الحاجة غالية، عشان حاجة في أوانها بتبقى كتير فبتبقى رخيصة. دي بتكون الخص بتاعنا بنقعد فيه. بصوا ده عاملينه بنقعد فيه. ودي كده بتكون شجرة سفندي. بصوا طلع سفندتين اهو. ادي واحدة اهي واحدة اهي. بصوا السفندي شايفين جماله. وديت شجرة تفاح انا كنت صورتها لكم هي فيها تفاح ماشي. وديت شجرة مانجا طلقت اهي اللي كانت ورقة كانت فاضية ما فيهاش دكتور طلعت ورق. وديت شجرة عنب تاني هناك ورا الخص. وديت كده ذرة. وهنا طبعا البامية زي ما انتم كنتوا عارفين كنت قايله لكم صوركم. وده الرز تاني. ده البامية اهي. بصوا شجر البامية هو جمعه هو صغير يعني جمعنا منه حوالي 4 مرات أو 5. بصوا طبعا أنا مش باجي كتير كنت صورت لكم أنا بجمع البامية. بصوا شكلها هي لسه طالعة. بصوا شكل البامية صنطته جميلة ازاي. هي بتكون الأول زهرة زي كده وبعدين بتكبر وتبقى كده. ياريت لو أول مرة تشوفوني تشتركوا في قناتي تدعموني مطبخ بسمة. بنزل لكم جميع وصفاتي وبتستفادوا منها. ياريت تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. دي بس تكون شكل البامية كلها في الأرض اهي. بصوا الصنطوطة دي مطلعة صنطوطة اهي بامية صنطوطة. بصوا الشجرة كلها مش كبيرة أوي. بصوا بامية صنطوطة بامية اهي اهي. بس بيكون شكل البامية. بصوا هنا زهرة وهنا وهي بامية. شكلها جميل. الحاجة لما بتكون طبيعي بتكون حلوة وكويسة. طبعا ما فيش احسن من الحاجة اللي تزرعوها قدامكم في الارض يعني، لان بتكون طبيعية. بصوا ولا رش ولا اي حاجة. ما بنرشش بس لما بيكون في ندوة في الزرع بنبدأ نرش. ما فيش ندوة ما بنرشش. بصوا ده بتنجان. ده شجر بتنجان. بصوا كنت وريته لكم قبل كده بس مطلع زهور. وبصوا هنا دي فيها بتنجان اهي صغير. بصوا بتكون الزهرة الأول وبعدين الزهرة بتقع وتطلع يعني. هي كده بيكون شكلها قبل ما تطلع بتنجان وبعد كده وهي بقى بتبدأ تطلع بتنجان. يا ريت تكتبوا لنا انتوا بتتابعونا من انهي بلد وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. بصوا البامية ده هي شجر البتنجان اللي فيه زهور بنفسجي ده بتنجان. وهي تاني بصوا مليانة زهور اهي. طبعا احنا عشان هما كام شجر قليلين بنبدأ نطلعهم كده اللي يطلع منهم أول بأول بناكلوه. بصوا لسه طالعة ازاي بصوا صغنونة اهي. بصوا تكون هي برا الزهرة كده تبدأ تكبر وبعدين تفتح وبعدين بتطلع بتنجان بالشكل ده. بصوا دي لسه بتكبر اهي. بصوا كده لسه كده. بصوا لسه قافلة على البتنجانة. ودي بامية اهي. دي بيكون شكل الأرض بتاعها وجمالها الصراحة يعني. الجو بتاعها جميل. تيجي تقعدوا في الجو كده العصر هنا الجو هوا وجميل. هوا ربنا طبيعي يعني من غير مروحة ولا حاجة. أجواء جميلة. بصوا
طبعا اللي قدامك اللي هو هناك زي الأوضة ده بنسموه هنا في بلد الريف اسمه خص. الناس مثلا بتيجي مثلا بالنهار بدل ما تقعد في الشمس وتاخد ضربة شمس، لا بتقعد فيه طول ما هي قاعدة فترة النهار. وبصوا فبيجي يقعد حماية، بيجي يقعد بالنهار هو والأولاد، فبيبقوا قاعدين طبعا فيه عشان بيبقى فيه جو ضلة فيه، ما بيبقاش فيه شمس عليهم ويتعبوا. فدي بقى بتكون الذرة، هبقى نوريها لكم لما تطلع ذرة كبيرة ونشويها إن شاء الله سوا. بصوا ودي العنبية هي اللي هي ورا الخوص تانية، دي لسه مطلعتش، لسه إن شاء الله تطلع السنة الجاية. ده بيكون شكل الخوص اهو، ده التوك توك بتاعنا. بصوا هنا احنا بقى بنفرش كده ونقعد بره بالعصر، انما بالنهار الظهر كده بنيجي نقعد هنا عشان ايه الشمس وكده. انما دلوقتي الجو طراوه خالص، فبنفضل قاعدين بقى هنا كده. ده محمد ودي ساجدة وباباها وهي تتجوز. بصوا جميل جميل جدا والله العظيم، حاجة بجد تفتح النفس. وده الرز، يعني حاجة جميلة. الطبيعة بالذات في بيوتنا جميلة، الحاجة مش مرشوشة، بتاكلوا حاجة ضامنين انتوا تاكلوها ازاي. انما ديكوا شفتوا العنبية لسه صغيرة ازاي. دكتور العنب بينباع في السوق ويعني غالي جدا وحاجة هرمونات، فطبعا عيالنا كلها اتملت امراض بسبب الهرمونات اللي في البلد. فاحنا نحاول ان احنا نعمل كل حاجة نزرعها في بيوتنا عشان نوفر لاولادنا كل حاجة تكون صحية ونظيفة. السلام عليكم.